مش كل حد شكله لطيف وكيوت يبقى طيب. في ناس شكلهم كده من بره بس، لكن وجودهم في وسط اي مجموعه سم بطيء. ساعات اكبر عدو لاي مجموعه ناجحه بيكون حد شكله طيب وكيوت وصوت واطي زي الناس. العجيب ان هما بيبقوا مقبولين في وسط المجموعه دي، بس في النهايه بيكونوا سبب مشاكل بتطلع فجاه بدون اي اسباب. بتبقى المجموعه بقالها سنين ناجحه ويجي الشخص ده يهد المعبد على اللي فيه. طب ليه ده بيحصل؟ لان الشخص ده غالبا بيكون مش قابل نفسه، مش متصالح مع نفسه، فهتلاقيه دايما بيخلق توتر مع كل الناس اللي حواليه. العلاقات الامنه والصحيه بالنسبه له موتره جدا، لانه دايما مستني زلزال اللي هيهد كل علاقاته، فبيمشي بدون وعي بمبدا وقوع البلا ولا انتظار، ويقوم هو اللي يسعى لزرع الفرقه والمشاكل. النوع ده من الناس ليه شويه اشكال مختلفه، من ضمنهم الشخص اللي ماشي على كل لون يا باتيستا، معاك معاك عليك عليك، او الشخص اللي يشتري حب الناس بانه يشوف فين عدوك ويقعد ويشتم فيه معاك، او الشخص اللي دايما معترض، لو الفكره مش فكرته هتلاقيه دايما بيجري، او الشخص الحساس اللي ما بيستحملش اي نقد، مجرد ملاحظه صغيره هتلاقيه قلب الدنيا خناقه، او الشخص اللي قدامك انت حبيبي وصاحبي ومن وراك بيقول ما ليس فيه. واهمهم واشهرهم الشخص اللي بيحب يلعب دور الضحيه حتى لو هو سبب المشاكل. خد بالك مين جوه دايرتك. الشخص اللي مش متصالح مع نفسه غالبا بيحول اي مكان بيدخل فيه الى ساحه صراع. لو لقيت شخص زي ده في دايرتك حط حدود واهرب بسرعه. ما تدخلش خناقه مش بتاعتك، واطلع بره ساحه الصراع.